قدر الله ما شاء فعل يا جماعة، حلم كاس العالم للأندية ضاع. يعني شكرا للنادي الأهلي ان هو على سقف طموحاتنا لدرجة ان احنا زعلانين ان احنا خسرنا من ريال مدريد بطل اوروبا في نصف نهائي كاس العالم للأندية. شكرا بجد يا اهلي ان انت بتعيشنا اللحظات دي معاك. انا فخورة بالنادي الاهلي مهما حصل يا جماعة. النادي الاهلي فخر لينا ولأي مشجع اهلاوي. يعني النادي الاهلي اسمه دايما رافع راسنا لفوق، اسمه دايما في العالمية. افتخر ان انت بتشجع النادي الاهلي، وده اللي كان متوقع يا جماعة. ده اللي كان متوقع، ان احنا طبعا يعني كان عندنا حلم وامل كبير ان احنا نكسب ونصعد لنهائي وناخد البطولة، ولكن ده توفيق يعني من عند ربنا. يعني احنا النهاردة كنا بنلعب بأداء مشرف قدام بطل اوروبا ريال مدريد. كنا بنلعب ند بالند يا جماعة، لولا طبعا الاخطاء. الحمد لله احنا فخورين بالنادي الاهلي. احنا فخورين بالنادي الاهلي وفخورين ان احنا بنشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي مشرفنا اسمه في العالمية يا جماعة. متخيل ان احنا زعلانين عشان خسرنا من ريال مدريد بطل اوروبا؟ متخيل النادي الاهلي وصل سقف طموحاتنا لايه يا جماعة؟ بجد شكرا للنادي الاهلي، وهنفضل نشجعك لاخر عمرنا. احنا كجمهور النادي الاهلي فخورين بيك، وكل الدعم طبعا اذا كانت للعيبه او اذا كانت للمدير الفني طبعا احنا فخورين بيكم. وان شاء الله نلعب على المركز الثالث ونحقق البرونزيه، ثالث عالم للانديه للمره الثالثه على التوالي. يعني انا عايزه بس اتكلم واقول حاجه. اللي بيحفل ده اللي فرق الدوري كلها مديه على وشه، ولسه فاركو مديه 3 في الدوري، فاركو للادويه تمام، طالع بيحفل عن النادي الاهلي اللي خسر 4 من ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. انا ما شفتش في بجاحتكم بصراحه. يعني انا ما شفتش في بجاحتك يا مرمطه الدوري يا مركز خامس. بتحفل على النادي الاهلي اللي بيلعب في كاس العالم للانديه ان انت مش عارف توصل له ولا تلعبه اساسا، بتخرج من دور المجموعات في افريقيا حصاله، فبتحفل عليا انا فخور بفريقي، فخور ان انا شلت من ريال مدريد بطل اوروبا 4، وفخور بصراحه فريقي مشرف لينا كلنا. انت بقى بتحفل على ايه يا حصاله؟ يعني بتحفل على ايه؟ ده انت فاركو لسه مديك على قفاك. اقسم بالله احنا كاهلاويه فخورين بفريقنا والحمد لله، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق البرونزيه الثالثه على التوالي. معاك يا اهلي دايما ولاخر الكون. اقسم بالله احنا فخورين بالنادي الاهلي يا جماعه.